النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كفتة الفراخ من نص كيلو صدور فراخ. هنعمل كمية تكفي معاكي اكتر من مرة. اول حاجة كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجة كده معايا نص كيلو من صدور الفراخ، ومعايا بصلاية كبيرة، 5 فصوص من الثوم، كوبايتين من الرز مغسولين طبعا ومتنشفين ومطحونين، معايا شبت وكزبرة وبقدونس، ومعايا بقى هنا البهارات ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره ومعلقه من البابريكا، والبهارات اللي انت حابه تحطها طبعا حطيها. الفراخ كانت متفرزه، خرجتها كده فكت شويه، ما سبتهاش تفك قوي عشان لما اجي افرمها ما تنزلش ميه. فرمتها زي ما انتم شايفين كده فرم ناعم. وزي ما قلت لك ده نص كيلو من صدور الفراخ، هيعمل معاكي ما شاء الله كميه كبيره جدا. طبعا لو انت ما جربتيش كفته الفراخ قبل كده جربيها، بتبقى طبعا احلى من كفته اللحمه. بتكون مسكرة كده ولها ريحة وطعم أحلى من كفتة اللحمة بكتير. هنا فرمت الفراخ، بعد كده نزلت بالبصلاية والثوم والخضار. هفرمه برضو زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وبعد كده نزلته على الفراخ، وهنزل بقى بالبهارات زي ما قلت لكم، فلفل اسمر وملح وكمون وكزبره ومعلقه من البابريكا. وهنا كوبايتين رز باللي هي المج بتاع الشاي اللي موجود في كل بيت، هتعايري بيه كده كوبايتين من الرز. قلبتها كده كويس، وبعد كده هفرمها كمان فرمة مع بعض عشان اللون بتاعها يبقى موحد. خدت كده نص الكمية، بعد كده هديلها فرمة وهكمل بقية الكمية طبعا نفرمها بنفس الطريقة. خلاص كده تمام. طبعا هي بتكون ناعمة معانا لان احنا الرز هنا مفروم مش سايبينه. في حد طبعا بيبقى يسيب الرز كده ما يفرموش ويفرم كل حاجة مع بعضها، لا الرز هيتكسر وهيبقى معاكي شكله مش حلو في الكفتة وتحسي ان هو مخرز، لكن لما بتطحن الرز بتكون شكل الكفتة معاكي كده ناعم وجميل. فرمتها كده كمان فرمة. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. هنا بقى برضو ممكن تفرمي كمان معاه قرن فلفل اخضر، بس انا نسيت احطه. هقلبها كده بقى كويس عشان يكون اللون موحد زي ما قلت لكم. هنا جبت طبق كده حطيت فيه شويه من الزيت وبدات ادهن ايدي بيه عشان الكفته ما تمسكش في ايدي. وبعد كده بقى هنصبعها، تعملي بقى الحجم اللي انت عايزاه. انا عاملاها كده كبيره شويه، ممكن عايزه تصغريها عن كده تصغري، عايزه تكبري تبع ما انت عايزه. انا عاملاها الحجم اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله الكميه، عملت منها مره وشلت منها كمان كيسين هشيلهم في الفريزر. طبعا هعمل كل الكميه نفس المقاس اللي انا هعمله. هتبقى كل الكميه نفس الصباع كده يكون موحد معاكي. خلاص شايفين انا كده خلصت الكميه كلها. شايفين ما شاء الله عملت معايا كميه قد ايه. بعد كده هنروح في طاسه فيها زيت سخن، بدات انزل بالكفته كده، مجرد ما بتاخد لون بقلبها على الجهه التانية. ما تقلبيهاش غير لما تاخد لون عشان ما تتكسرش معاكي وانت بتقلبيها. طريقتها سهله جدا وبسيطه، مش بتاخد معاكي اي وقت خالص. وفي نفس الوقت قلتلك طعمها بيبقى احلى من الكفته بتاعه اللحمه. طبعا لو عايزه تزودي الكميه عن كده زودي، دي حاجه ترجع لك. انا ساعات بعمل كيلو من صدور الفراخ وبعمله اكياس كده وبشيله عندي في الفريزر، ولما بحب استخدمه كده بطلعه. بتكون سهله بقى انك بتعملي شويه طماطم وبتحطي فيها الكفته وبتكون جاهزه معاكي. خرجتها زي ما انتم شايفين لونها كان ما شاء الله ذهبي وجميل جدا. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي. مجرد ما بتاخد لون بروح قلبها على الجهه التانية، وهعمل كل الكميه بنفس الطريقه. خلاص كده تمام. مجرد ما اللون بتاعها بيكون موحد كده بخرجها من الزيت. انا كده خلاص خلصت كل الكمية. ما شاء الله كانت ريحتها تحفة جدا. واللون بتاعها برضو اللون الاخضر بتاعها، الخضار بتاعها كان مظبوط، ما كانش قليل ولا كان كتير، كان حلو يعني معقول.
هنا بقى جبت حلة حطيت فيها شوية من الزيت، بصلاية صغيرة متقطعة، خدت عليها كده فصين من الثوم. مجرد ما البصل يتشوح كده مش عايزاه يتحمر يدبل معانا، هنزل عليه بعصير طماطم. خلاص شايفين اللون بتاعه كده، خلاص نزلت بعصير الطماطم. هحط طبعا ملح وفلفل اسمر، مش هحط بهارات اكتر من كده، واسيب الطماطم لحد ما تستوى كويس معانا. هنا بقى هنزل بالكفته، طبعا زي ما قلت لكم ما عملتش الكميه كلها، انا عملت كده شويه معاكم، وبعد كده شلت كيسين حطيتهم كده في الفريزر، لما احب استخدمهم هخرجهم من الفريزر وهعمل نفس الطماطميه كده بالبصلايه واحطهم فيها تستوي معايا. هنا نزلت بكوبايتين من الميه، وده الكيسين اللي انا شلتهم شايفين، يعني هعملهم على مرتين كمان. هنا بقى طبعا ممكن تحطي معاها بطاطس وانت بتطبخيها، دي حاجه ترجع لك. شايفين خلاص هنا الكفته كانت استوت معانا وكانت جميله. شايفين شكلها عامل ازاي. طبعا هتعملي جنبها شويه رز ابيض وشويه مخلل، ودي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها.